خاف الله ينزل بالله. استنى، بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم السيد جزار في فيديو جديد على قناة الجزار دكتور. هكلمكم في الفيديو بتاع النهاردة عن تجربتي مع السكنات. أول ما جيت تركيا خالص وأنا ما كنتش عارف حاجة، ولحد الآن لسه مش عارف حاجة، والحاجة اللي بتأثر في كل الشباب وفي أنا بالذات. السكنات هنا في تركيا. السكنات هنا في تركيا طبعا انت جاي مع مكتب، المكتب مش اللي هو المفروض عليه اللي هو يجيب لك سكن وكده، لا، هو على حسب الاتفاق. في مكاتب بتدي الاوبشن اللي هو يجيب لك سكن، وفي مكاتب لا. فالمكتب اللي انا فيه ما كنتش متفق معاه على سكن وكده، فجيت في الاخر كلمته اللي انا عايز سكن وبتاع، فاتصرف لي هو في سكن، كلم واحد جاب لي سكن وكده. فالمهم اتبعت لي الصور طبعا وانا في مصر، والكلام اللي انا ادفع الفلوس اول ما اوصل ان شاء الله تمام، مفيش اي مشكله. التامين والحاجات ما كانش في تامين متهيألي، ما كانش في تامين، كان يا دوبك بس اللي هو السمسره اللي هي العموله بتاعت الراجل اللي جايب لك السكن، ومش صاحب المكتب، كان واحد تبعه. المهم اول ما اتبعتت لي الرسائل وبتاع، فشفت حاجه انا ما كنتش متخيلها. حتى لما شفتها كنت خلاص بفكر ان انا اكون مستقبلي كله هناك في الاوضه دي. كانت اوضه بسم الله ما شاء الله حوالي 6 متر في 3، اطلاله على البحر، بلكونه وشباك كبير، شباك حوالي متر ونص. فاللي هي الحاجه اللي هي جامده قوي وبسعر حلو برضك، ما كانتش غاليه قوي، وده كلها ليك انت لوحدك وكده. فكنت متحمس بطريقه غبيه، وكنت فرحان بطريقه اغبى. حتى انا كنت ببص للصور كل يوم وخلاص بمنتج حياتي على الموضوع ده. حتى كنت بتفشخر برضه، اقعد اقول لك بص انا هقعد فين وانت المهم يعني ركبت الطياره ووصلت تركيا، ركبت من المطار لحد السكن، وصلت السكن. اول ما شفت المنطقه اصلا بتاعت السكن قلت اكيد السكن بتاعي مش هنا، وهنتمشى شويه عشان هو كان بعيد عن البحر. فقال لي لا ده السكن هنا، والعماره دي مش العماره دي. فببص لقيت قدامه في بتاع عماير كتير، عماير كتير. هو ما كانش فيه خالص اللي هو العماير دول ولا بتاع. فالمهم قلت يمكن انا بقى في الدور الاخير وبتاع، وطلعت فعلا في الدور الاخير ودخلت الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. مش الشقه ديت اللي انا كنت مبعوت لي صورها، ولا انا مبعوت لي فيديو. ده انا حتى اصلا من كتر جمال الصوره كنت باكد على صاحب المكتب، قلت اكيد ديت مش الشقه اللي انا هقعد فيها، ديت مش اكيد الاوضه بتاعتي ديت. فالموضوع كان حلو، وكانت الصور شكلها حلو لدرجه لا تصدق، وانت مش مصدق اصلا انت ممكن تروح تقعد في حاجه زي كده. المهم دخلت الشقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الشقه كانت في الفيديو منوره. انا دخلت حسيت اللي هو كل حاجه مطفيه، كل حاجه مطفيه عشان ما كانش في لمبه اصلا في الطرقه. فقلت يا عم عادي مش فارقه، انت كده كده ليك اوضتك، انت قاعد في اوضتك. ابص على الارضيه ما لقيتش السجاد. قلت برضو عادي، انت ليك اوضتك يا ابني، تاني قاعد في اوضتك. دخلت الشقه ودخلت عند الاوضه بتاعتي، اتفاجئت بسريرين، سرير في اول الاوضه وسرير في اخر الاوضه، ولقيت في ناس قاعده وبتاع. فقلت اكيد لا، يعني هو اكيد هيمشوهم دلوقتي، او اكيد هيودوهم اوضه تانية ويفضلوا لي الاوضه بتاعتي وبتاع. طب انا احط الشنطه بتاعتي؟ قال لا دي مش اوضتك. قلت له احط الشقه؟ قال لا دي مش اوضتك. قلت له امال فين اوضتي طيب؟ ولا قال لي تعالى تعالى. فده عنده اوضه اصغر من صغرها اصلا، محطوط السرير ده يعني دورين. قال لي ده اوضتك. فلحظه بتاع مبقتش مصدق نفسي وبتاع، فزعلت واتقفلت من الشقه كلها، واتقفلت من كل الناس اللي هناك، مبقتش طايق نفسي. انا عايز امشي من الشقه باي طريقه. فبكلم صاحب المكتب وبتاع، بقول له طب انا اقعد في ديت مؤقت؟ قال لي ديت مش شغلتي، انا شغلتي يا سيدي ان انا اسفرك وبتاع. موضوع المكتب موضوع الايجار والشقه انا سالت معاك فيها عشان انت كلمتني وبتاع، والحكايه والروايه والتيت والشريط المهم قلت له ماشي. دخلت الاوضه اللي هو مش اوضتي، اللي هي ما كانتش مبعوتة لي، اللي انا ما كنتش اعرف عنها حاجه اصلا. دخلت قعدت في الاوضه. فحتى ما فتحتش الشنطه بتاعتي عشان انا عارف ان انا مش هطول، انا مش قادر، مش طايق اي حد جوه. انا عارف ان انا هاخد الشنطه بتاعتي واقوم واخد بعض واقوم طالع، مش هقدر اقعد فيها ولا اقدر اكمل فيها. بس يومها بالليل حصل كده فعاليه، واحد صاحبنا جايب صحابه وبتاع، وقعدنا شباب مع بعض، عملنا اكله وقعدنا القعده حلوه والفرحه وبتاع. كل ده وانا مش طايق نفسي برضه. ففوجئت اصلا يعني في القعده وبتاع، لقيت اللي بيشرب سجاير تمام، واللي بيأرجل اللي هي اسمها الارجيله دي. فبقول له مش تايل اللي هو مفيش تدخين؟ قال لي ده ارجيله. قلت له اه يا جدع. شفت انا ما كنتش عارف اللي هي ارجيله فعلا. قلت له ده شيشه يا ابني، ايه اللي؟ قال لي الارجيله مش تدخين. قلت له ماشي. او السجاير؟ قال لي ده في اوضته. قلت له امال انت كنت بتنبه عليها ليه؟ انا كنت جاي فرحان. بس الحمد لله الشريك اللي كان في الاوضه معايا ما كانش بيدخن، كان بيشرب شيشه بس اللي هي مش تدخين. وبكده يكون خلص اول يوم. تاني يوم وانا مش طايق نفسي، يا دوبك قلت هنام. نمت وصحيت قلت لازم ادور على اي حاجه تانية امشي. فبقلب في التليفون كده بالصدفه وبتاع، لقيت واحد صاحبي بكلمه، وكلمته الوضع واحد اتنين تلاته، انا بدور على كذا 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 وبتاع. قال لي يا عم تيجي عندي. قلت له انا عندك الدنيا تمام؟ قال لي الدنيا تمام وفل الفل وحاجه اخر قصه يعني.
قلت له يعني تمام تمام؟ قال لي تمام تمام، ده حتى قريبه من الجامعه، ده انت ممكن تمشي للجامعه وبتاع. انا نقطه اللي انت تمشي للجامعه ديت هي اللي خلت الكلام يتغير معايا، وخلت التفكير اللي انا اروح له دوت حاجه لازم يعني المفروضه. انا كنت قاعد في شقه ساعتين ونص من الجامعه وبتاع، فطبعا ده فرصه ليك. فروحت هناك، طب ابعت لي صور اللي بتاع قبل ما اروح هناك وكده. بعت لي صور، بعت لي صور وبتاع. الراجل برضك مصور الشقه ايه، ومصور الاوضه بطريقه احترافيه، يعني واقف كده من فوق قام جايب الاوضه اكنها صاله. رحت هناك اتفاجئ لا قد الحمام اللي عند اي واحد مصري في بيته. يعني بص، فيها تلاتة. تلاتة ديت معروفة من أول ما من قبل ما أجي. بس فيها تلاتة ما فيهاش ولا طالب. أنا قلت ده إحنا كلنا طلاب وبتاع وهنذاكر مع بعض. لقيت حتى صاحبي اللي هو جاي المفروض طالب لقيته بيشتغل أصلا ومش مهتم بالدراسة، والدراسة بتاعته في ولاية تانية. فدخلت الأوضة وبتاع، قلت يا عم بقى مش فارقة خلاص، أنت كده كده متبهدل وبتاع، فاتبهدل هنا قريب من الجامعة أحسن. فالمهم قعدت وبتاع، قعدت يوم. تاني يوم الراجل بيكلمني بيقول لي انت لازم تدفع الايجار وبتاع. قلت له انا ما اعرفش، انا ممكن اكمل ولا مش ممكن اكمل. هو طبعا حقه اللي هو ياخد الايجار بتاعه عشان هو ما يدفعش حاجه من جيبه. وده اللي محدش بيعملها اصلا، عشان هم بيبقوا قاعدين على حساب اللي قاعدين معاهم في الشقه طول ما انت فاتح الشقه. المهم دلوقتي انا مش عارف اعمل ايه. زعلان برضو، كان ثلاثه في الاوضه، الاوضه صغيره. حتى الشقه كلها كانت ايه، اوضتين وصاله. الصاله نايم فيها ثلاثه، والاوضه اللي انا الاوضه اللي انا فيها نايم فيها ثلاثه، والاوضه اللي جنبنا فيها اثنين. يعني 8 في شقه حوالي 50 متر. كتير خنقه، وما فيهاش ولا مدخل للنور ولا مدخل للهواء. حتى المطبخ حوالي متر بس انت ما تعرفش تقف فيه. الحمام كذلك، الحمام متقسم، واحد للدش وواحد للعادي. المهم زعلان برضو، مش جايه معايا خالص اللي انا اقعد هناك وبتاع. ولا في حد تتكلم معاه. الرجاله كلها اللي موجوده، حتى الراجل الكبير اللي معانا بيطلع ويمشي، ويجوا بالليل وانت نايم، فانت مش لاقي حد تتكلم معاه. حاسس انت قاعد لوحدك، حاسس انت ما بتتكلمش، حاسس انت ما بتعملش. وانت في الفتره دي اصلا عايز ناس تحفزك، وعايز ناس تقويك وتكلمك وتاخد منها خبره وتكلمك وتفهمك وبتاع. فده في حد ذاته حاجه وحشه. فقعدت يوم واثنين وثلاثه مش طايق نفسي بجد هناك. حتى ما طلعتش، قعدت يومين ورا بعض ولا اكل ولا اشرب. مش جاي لي نفس خالص. الشنطه بتاعتي اللي هي ما كانتش فتحت هناك في الشقه القديمه لسه برضك مش مفتوحه، ومقفل على كل حاجه، ومش قادر ولا عارف اكل ولا عارف اشرب. طب اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ قلت ما بديهاش بقى، انا ارجع في الشقه اللي انا كنت فيها وانا رايح على حاجه انا عارفها، مش زي ما كانت مبعوتة لي. انا رايح وعارف ان انا هقعد في اوضه ثنائيه وبتاع بعد ما كنت اقعد انا لوحدي. فانا عارف دلوقتي اللي انا رايح على ايه وهمشي على ايه وحددت. قلت انا اروح هناك شباب هفهم وهتفهم وهنتكلم ونتكلموا مع بعض كده. اخدت بعض وقمت رايح على الشقه تاني. بعد 3 ايام قعدتهم في بهدله وبتاع. حتى صاحب الشقه بيقول لي انت لازم تدفع الايجار. قلت له طب انا عايز اقعد باليوم. قال لي خلاص ادفع لي 200 في اليوم. قلت له يا عم طالما جت على 200 خد 200. قعدت يومين بس اللي انا نمته هناك. 3 ايام عشان كنت يوم كنت جاي بالليل اصلا. ادي ليله نمتها، وتاني يوم قعدت ونمت بالليل، وتالت يوم قعدت ونمت بالليل، وتاني رابع يوم الصبح قمت واخد بعضه ومشيت. يعني انت حسبتها نمت 3 ايام بس، قعدت قد ايه؟ قعدت يومين. فدفعت له 200 ليره على كل يوم اللي هم 600 ليره على حسب اتفاقه هو معايا وبتاع. واخدت بعضه ومشيت. انا ما كنتش اعرف اي حاجه اصلا بسبب التاخير ده من اصحابي اللي كانوا في الشقه القديمه. ما كان المفروض حد يجي ياخدني عشان امشي، ولا كان معايا كارت مواصلات، ولا كان معايا نت، ولا كان معايا اي حاجه، ولا كنت اعرف اي حاجه تانية. اخدت بعضه ورجعت الشقه اللي انا كنت فيها. آه، بجد قعدت بقى. يعني احسن ايام قضيتها في الغربه كانت معاهم. بجد كانت الناس بعض الناس مش كلهم، عشان على الحاله اللي كان معانا شويه ناس في الشقه. بعض الناس اللي في الشقه اللي هم حبايبي لحد الان وبنتكلم مع بعض ورجاله رجاله يعني بجد. منهم عيل حتى قاعد معاه لحد الان بعد ما نقلنا السكنات وكده. بس بجد كانت قاعده معاهم، وفي اللي منهم نزل مصر، وفي منهم اللي لسه هنا في تركيا. بس بجد كانت احسن ايام. طبخنا مع بعض، اكلنا مع بعض، شربنا مع بعض، نسلي بعضنا ونقعد مع بعض كتير قوي. وكنا يعني احسن ايام بجد كانت عدت عليها في الغربه في الاول كده. فبجد كانت احسن ايام بالنسبه لي موضوع الشقه ده. بعدها مشينا من الشقه. امتى مشينا من الشقه؟ لما جالها قرار اللي هو الهد واعاده البناء وبتاع. حسب القرارات بتاعه الحكومه هنا في تركيا، كل فتره كده بيهدوا من الشقه ويبنوها. معرفش على حسب ايه. بس اخدت بعضي، وكانت بالنسبه لي كانت فراق صعب طبعا. يعني انت بعد ما قعدت مع ناس فهموك وانت فهمتهم، حكيت لهم هم حكوا لك، فهمتوا بعض وفهمتوا مية بعض. انت هتمشوا يعني هتسيبوا بعض كده بصعوبة. فكانت والله العظيم عليها صعبة. بس كنت مضطر عشان طبعا السكن كان هيتهد، وانا ما اتفقتش مع بعض الاشخاص اللي كانوا موجودين معانا في الشقة. فاضطريت ان انا اخد بعض وامشي. فبعدها دورت اعمل ايه بقى. بالصدفة كنت سمعت واحد صاحبي بيتكلم عن سكنات حكومة وكده، وهي مخصصة للطلبة وبتاع. انا طبعا اللي فرحني انها مخصصة للطلبة.
انت ولا هتلاقي فيها حد بيشرب سجاير، ولا هتلاقي حد فيها ما بيدخنش اللي هو بيشرب ارجيله ده، مش هتلاقي اي حد من ده، وده بالنسبه لي فرحه. مش كده انت ساكن 6 في الاوضه، 6 في الاوضه يعني 2 زي 6 يعني كلها، انت ما انتش واخد راحتك في الاول وفي الاخر، كلها فتره وهتعدي وان شاء الله يمكن ربنا يكتب لك الخير، يكتب لك الخير اكيد ان شاء الله وتمشي. فالمهم جيت السكن اللي هو الحكومي ده، اول يوم كنت قاعد برضو كان لوحدي، تنتني قاعد انا لوحدي حوالي 20 يوم في الاوضه كامله، في السكن كله قاعد انا لوحدي عشان طبعا كانت الاجازه والكل كان نزل لاهله وكده. فقعدت حوالي 20 يوم مش لاقي حد اتكلم معاه، مش لاقي اي حاجه اعملها، بصلي بس، قاعد على التليفون. فكانت بالنسبه لي فتره يعني. بس بعدها بدأ بقى الرجاله تيجي وكده، فبدأنا نقعد مع بعض، بدأت الدنيا تحلو، بدأت تعمل، بدأت تسوي. بعدها ب3 اشهر نقلت من السكن. دي كانت بالنسبه لي يعني موضوع انت تنقل من السكن وتسيب الناس ده حاجه وحشه. ودلوقتي انا في سكن جديد اهو، تدعوا لي اكون صداقات، اعرف ناس. بس كانت في مميزات يعني، في السكنات القديمه كان فيها عرب يعني كنت بعرف اتكلم معاهم، لكن هنا كلهم من اولهم لاخرهم اتراك. مفيش الا العايم اللي هو كان معايا في السكن الاولاني خالص. معلش معلش لو انت بتسمع وانا بقول عليك عايم، عشان انت عايم فعلا. هو صاحبي بس احنا بنهزر مع بعض بننكش بعض. ان شاء الله العظيم ده اللي بعمله ده. وبس انا دلوقتي في السكن اللي هو اخر سكن اللي انا لسه منقول له من اسبوع. فبالمناسبه انا اول ما لقيت نفسي نقلت وبتاع قلت ليه ما احكيش عن موضوع السكنات ده. انا شفت بهدله اكتر، بس انا مش عايز احكي. اشخاص وحشه قابلتهم، من اشكال منتنه قابلتهم، مش منتنه اللي هم ما بيستحموش، لا منتنه منتنين كده، ربنا يعافينا يعني ويبعدهم عننا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، ربنا يهديهم يا رب ويهدينا يا رب. طبعا الفيديو بس بيحكي لك عن مدى، الفيديو مش بيحكي لك على حاجه، بيحكي لك قصتي بس، مش هتستفاد منه. بس عادي يعني، انت قاعد طول اليوم ما بتعملش حاجه، بس ممكن حد يكسب من خبرتي، ممكن يتاكد من حاجه ولا بتاع. وبعدين يعني انا بنزل فيديو كل شهر ولا شهرين يعني، لما تضيع 10 دقايق كل شهر ولا شهرين مش هتزعل يعني ولا تخسر حاجه. ده الكلام ده بالنسبه للي متابعين، لكن اللي مش متابعين اللي هيتكلم عن اللي مش متابعين على العالم على راسي، يا ريت تتابعوني يعني. مستفيد ايه يا سيد مثلا؟ ما تصدقش الصور، ما تصدقش الصور بجد. عشان لما انا رحت اصلا من حق، لما رحت للراجل اللي هو ماسك الشقه اللي هي في الاول وبتاع، بقول له اوف يا، هتلاقي بعت لك الفيديو القديم. الفيديو القديم ايه؟ فاكر لما كنت بقول لك دي مش المنطقه؟ كانت اصلا العماير كل اللي قدامي دي كان الفيديو من 10 سنين، كانت العماير دي كلها ما كانتش لسه اتبنت، العماير دي دلوقتي بتنهد. يعني انت متخيل؟ وبقول الفيديو من زمان، مش عارف اصلا ازاي واحد محتفظ بالفيديو بقى له 10 سنين لحد الان. يعني ده بس اللي انا مستغرب لها من الحوار كله. الله حكايتك يا ست. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.